3. عايزه اسال حضرتك ايه متطلباتك من الرئيس القادم؟ ايه تطلعاتك لبناء دوله حديثه؟ ايه كمواطنه مصريه بسيطه ايه اللي نفسك يتحقق من خلال الرئيس القادم بعد الثوره الشعبيه الكبيره اللي قمنا بيها ان شاء الله؟ بصي حضرتك احنا والله متفقين عليها خالص يعني، احنا بس عايزين يعني حاجات تبقى رخيصه شويه، ولادنا يتعلموا كويس، مثلا الشباب دلوقتي مش لاقي حاجه يعني ولا لاقي شقه يسكن فيها ولا لاقي مجال شغل، يعني انا اولادي متعلمين مش لاقيين يشتغلوا، فاهماني؟ فبيشتغلوا شغلانه اللي انت عارفاها دي في المحلات. البطاله يعني مشكله البطاله. مشكله البطاله، مشكله العماله مثلا، يعني انا برضه متعلمه وبشتغل برضه شغل يعني كده، فكل اللي بنطلبه منه ان هو مثلا يامن لنا يعني يامن الحياه العاديه المستوى العادي يعني. احنا مش محتاجين اكتر من كده، محتاجين امان اكتر كمان، يعني محتاجين امان، محتاجين يعني البلد تستقر عن الوضع اللي هي فيه ده ان شاء الله يعني، محتاجين ربنا يسهل يعني البلد تتظبط كده لاحسن حاجه ان شاء الله. مش طالبين اكتر من ان هو يعني الراجل اللي جاي ايا كان هيجي ان هو يعمل لنا بس يعني الحاجات دي من المتطلبات البسيطه، يوفر لنا الامان، يشوف مشكله البطاله زي ما بس حضرتك مش اكتر من كده يعني، بس حضرتك يعني ما والله كلنا كشعب بنأمل في كده يعني طبعا من ملفات الصحه ربنا يا رب كده والاقتصاد وكل حاجه. احنا مش محتاجين اكتر من كده يعني ان شاء الله. متشكره ليكي قوي، شكرا لذوقك، شكرا مع الف سلامه. مع السلامه.